اهلا وسهلا. كنت بكلم واحد صديقي فبفضفض معاه وبقول له في حاجات مضايقاني وكده. فقال لي خلينا نبدا بالسهل، قول لي الحاجات اللي مضايقاك، آم، اللي ما فيهاش اي حاجه في الفيوتشر. قلت له يعني إيه؟ قال لي يعني هي مضايقاك دلوقتي، بس هي دلوقتي موجوده، ما فيهاش حاجات في الفيوتشر، مش لسه ممكن تحصل وانت خايف ان هي تحصل فانت قلقان. فشلت اتنين تلاته. قلت له طيب. قال لي وقول لي الحاجات اللي مضايقاك اللي فعلا ليها immediate impact عليك دلوقتي وتعمل لك مشكله دلوقتي ومش لاقي لها حل. رحت شايل اتنين تلاته وجيت في الاخيره. قال لي قول لي الحاجات بقى فاضل عندك كام حاجه يا ابو حميد؟ قلت له بقى فاضل تلاته اربعه مثلا. قال لي قول لي الحاجات اللي منهم اللي تقدر تقول ان هي مصائب. شلتهم كلهم. احنا يا جماعه فعلا بنحمل انفسنا بريشر، مش هقول ملوش لازمه لان احنا في الاخر كلنا vulnerable، بس ممكن نخفف الحموله اكتر بكتير. فعجبني قوي اخر سؤال هو قاله لي، ايه اللي منهم ممكن يكون يصنف في تصنيف المصائب؟ اسأل نفسك السؤال ده النهارده كده، اصحى من النوم الصبح قول انا متضايق من فلان في الشغل او مديري او جوزي او ولادي. اسأل نفسك السؤال ده واسأل نفسك السؤال ده، ايه اللي منهم يصنف كمصائب؟ لو مفيش حاجة منهم كمصائب قول الحمد لله واصحى وبروسيد ان يور لايف. لان ان الواحد ما يكونش عنده مصائب في حياته دي نعمة كبيرة قوي 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 قوي، لا يعرفها إلا أصحاب الابتلاءات الكبيرة واللي ربنا ابتلاهم بمصائب. ودي مش كلمة غلط على فكرة، ربنا استعملها في القرآن الكريم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خلينا كده يا جماعة نخفف الحمولة من على نفسنا. لو أنت بصيت على الليستة اللي مضايقاك وما لقيتش فيها مصايب قول الحمد لله وابتسم. صباح الخير.